السلام. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ قصنا ديال اليوم زوينه بزاف. وقبل ما نبدا نعاود فيها نتمنى تكون في بلاصه كالم، نسى ليا المشاكل وغوص معايا في احداث القصه. سميتي عاري، خلقت في الدنيا في 1991، وفي الولاده ديالي بكيت بزاف. يمكن على زهري حين عرفت انني تزاديت في واحد البلاصه نائيه في جبال الاطلس، ويمكن بكيت بزاف حين عرفت انني غنكبر ونسرح البهايم وغنبقى في تماره نموت. فاش درت 4 سنين دخلني الوالد للجامع نقرا كتاب الله، وعطى الفقيه لوردر انه يقتلني الا كنت متكاسل. الوالد ديالي سميتو العربي، قليل فين شفتو كيضحك، معقول اكثر من القياس. الصلاه والدين وكلمته ما كرجعش فيها. علاقتي معاه كانت زوينه في الصغر، وما حد كنكبر وهو كيقساح معايا، حتى وليت بلاصه ما نهضر معاه في شي حاجه نقول للوالده تقولها ليه. حياه الصغر كانت مره زوينه مره خايبه. كنت كنحس براسي ذكي وسط الدراري الصغار اللي في الدوار. كانت واخا الظروف صعيبه وقصو حياة الوالد اللي كان خاصو غير السبب باش ما نباتش في الدار. كانت الوالده هي الشمعة اللي مضوي عليا حياتي، ولكن الضوء ديال هاد الشمعة غيبعد عليا فاش غنوصل ل10 سنين، حيت الوالد غيطلق الوالده، وبحكم الاعراف ديال تمازيرت بقيت في دار الوالد، وكنمشي لدار جدي فين كاينه الوالده. الوالد ديالي تزوج بمرة اخرى. هادشي اللي وقع بين الوالده والوالد اثر عليا بزاف. ما بقيتش حامل الوضعيه اللي انا فيها، ولكن الجراح اللي كنت كنتجرحهم في دار الوالد ومرات با كنت كنمشي نداويهم عند الوالده في دار جدي. كنت كنقرا القران مزيان، وحتى المدرسه معروف انني كنجود القران. واحد الصيف كان جا واحد الولد من مدينه الرباط لعند الجيران، وكنت كنركبو في الحمار وتعاشرنا، وكل ليله كان تيعاود لي على المدينه، الطوموبيلات والجرادي، البنات، البحر، كل حاجه كانت يقولها لي على المدينه. حيت عمرني خرجت من تمازير كتجيني جنه، وكونت فكره في دماغي انني غنكبر وغنمشي ليها. درت 14 عام، وكل عام كنتسنى صاحبي امين يعاود لي على المغامرات ديالو في المدينه. وكنت كنشوف ولاد البلاد اللي عندهم العائله كيمشيو عندهم كيرجعوا نقيين ولابسين وفي جيبهم الفلوس، وانا في بلاصتي عايش العذاب مع مرات با. كل نهار كتشري عليا مع با وكنبات وسط الجبن. كنت صابر على المعاناه، ولكن في واحد الليله كنت دخلت للدار، سمعت مرات با كتقول لبا باللي عيات مني وباللي اما انا في الدار اما هي، واخا ما درت ليها والو. يمكن كتشوف فيا الماضي ديال با مع مرة اخرى حيت كتكرهني بدون سبب. وقال لها الوالد بلي راه تا هو ولدي، وهي تقول ليه صيفطو عند امو. سكت الوالد ما هضرش، ما عرفوني سمعتهم، ومشيت عند الوالده في ديك الليله. حطات لي اللي قسم الله، كليت وهي تقول لي جاوبك الله وليدي. نعست فوق ركابها وبقات كتحك لي راسي، وانا ساكت ما بغا نقول لها والو. وهي تقول لي راني ولدي كنكبر في العمر وما كاينش اللي يهزني، وجدك وجدك راه ما قادرينش يهزوني اكثر من هكا، وراه غنتزوج بالسيد فلان فلاني. ما تشت لي المراه، راه هضر مع جدك وشاورني، وبقات كضحكني زعما وقالت لي وانت هو كل شيء ولدي، ياك ما فيها باس الزواج حلو الله. وبقات تجي تزورني. يمكن في ديك اللحظه دوك الازمات الخايبه اللي دازوا عليا عطاوني مناعه ما حماقيتش، حيت تصدمت وحسيت باللي ديك الشميعه اللي كتضوي عليا غطفى. ما نطقش بحتى كلمه، بقيت كنشوف وساكت. ويقول لي ياك ماشي مشكل يا ولدي، انت قاري القران وعارف الزواج ماشي عيب وحلل الله. سكت شويه وقلت لها ماشي مشكل، وقلت لها بلي غنمشي. قالت لي حتى الصباح. قلت لها لا وخرجت. مشيت في الليل لجنب الواد، فيه واحد الجرف عالي. حسيت بكل جزيئه في الذات ديالي كتبكي. فقدت الشعور بالواقع، الكآبه وحزن ديال العالم حسيت بهم في ديك اللحظه. وانا نقول صافي انا طلعت الكتابه، ومبقات حتى حاجه في الدنيا كتفرح. بغيت نلوح راسي من الجرف، بقيت كنقرب للحافه شويه بشويه حتى ما بقى لي والو نتلاح، ولكن ما قدرتش. وحاجه وحده اللي منعتني هي خوفي من الله، وايماني باللي عذاب الاخره صعب من عذاب الدنيا. شويه شيطاني تقول لي بحال هنا بحال ليه. وانا جلست في واحد الشجره كنبكي وكنفكر. مشى داز واحد السيد معروف بسميت امل الله، اللي
كتعني شي حد كيدور بزاف وكل مرة في بلاصة. راجل كبير جا لبلادنا وما معروفش منين جا، كيفاش فين ما قال لي راسو، وكيضحك مع كلشي وكيضرب وحده. مرة تقول هذا هو مول العقل، مرة كيدير شي تصرفات ديال الحماق. قال لي باش الحمال جالس هنايا، ما خفتيش يضربك شي جن، وبقى كيضحك. قلت ليه بغيت نموت. قال لي وتلاح. قلت ليه نمشي لجهنم. هو يقول لي ملي وليتي شجاع لهاد الدرجه ديال انك باغي تموت حبسك غير جهنم، تشجع وخدم هاد الشجاعه ودير حوايج حمقين يخليوك تعيش. وبقى كيضحك ومشى. هضرت امل لاي دخلت لي وسط عقلي وقلبت لي كلشي، وعاودتها بزاف المرات. ملي وليتي شجاع لدرجه قادر تقتل راسك وحبسك غير جهنم، خدم هاد الشجاعه ودير شي حوايج حمقين يخليوك تعيش. عاودتها. المعاناة ديالي خلات عقلي كبر من عمري، وفي ديك الليله قررتني بزاف ديال الحوايج حمقين، حيت ما عندي ما نخسر باش نوصل للحوايج اللي يخليوني نعيش. انا في هاد اللحظه عرفت بلي مختلف على الناس وقوي عليهم، حيت ما عندي ما نخسر، والحاجه اللي كيخافوا منها اللي هي الموت انا باغيها. دخلت في نص الليل لدار الوالد، هزيت 10,000 كنت مخبى من فلوس الزيت اللي كنعاون عباد الله وكيدوروا معاه، وجوج بيدوات ديال الزيت وهبطت. سرجت الحمار ودرت الشوارع وحطيت البوز ديال الزيت والزميطه، قلت مع راسي غنمشي بهاد الحمار للمدينه. عقل الصغر بين لي في ديك الساعه بلي كلشي ساهل. ركبت على الحمار وبقيت غادي من دوار لدوار وسط الظلام حتى في السوق. وصلت لاول شانطه والخريطه اللي في عقلي حبست هنا، حيت عمرني في هاد الحد. بقيت غادي مع الشانطي حتى بدا كيصبح الحال. عرفت بلي في ديك اللحظه الوالد غيكون فاق، ولكن ما غيشكش حيت مولف كنهز الحمار. بقيت غادي في طريقي كنشوف حوايج جديده، وجوه ناس عمرني شفتهم، ديور جداد، حتى وصلت لواحد العوينه جنب الطريق مع وقيته ديال الدور. عمرت واحد البيدو وكليت شويه الزميطه، شربت حماري وكملت الطريق. وعند بالي انني قبل الليل غنوصل للمدينه. وانا غادي وصلت وقت ديال العصر، وصلت لمفترق جوج طرقان وتبعت اليمين، حد ديما كيقولوا باللي فيه البركه. وغير بقيت غادي مع ديك الطريق لمده ساعه، تلاقيت براجل ومراته وازين تقل وغاديين في طريقي. وحيت عرفت ان قريب يجي المغرب قلت نسولهم على المدينه شحال باقي باش نوصل لها. وصلت عليهم وانا نسول الراجل بالشلحه على الطريق، ويقول لي باللي باش توصل للبدايه ديال مراكش خصك 3 ايام ولا 4 ايام ديال الطريق، ما توقفش بالحمار. تصدمت وقلت ليه بلي راني باغي نمشي للمدينه اي طريقه وانا باقي صغير وما عارف واش تقدر تعطيني الحل. قال لي شوف، مرحبا بك ولدي، بغيتيش باش معنا هاد الليله وتعاود لي قصتك، وراه باش ما قدرتش راه نعاونك. وحنا غاديين في الطريق بقيت نعاود ليه على قصتي، هو مرتو تا كنسمع مرتو كتبكي. بقينا غاديين توصلنا لدارهم، استقبلوني ولادهم وجداهم استقبال زوين. كليت وشربت، وملي تعشينا جلست مع السيد وقال لي شوف ولدي، انت راك صغير وفكرتيني في راسي ملي كنت قدك. المدينه راه صعيبه ولا جيتي عليا بقى معانا تا وكان يسهل عليك الله. قلت ليه بلي اللي بقى مصبرني في الدنيا هو الحلم ديالي، انا نخرج من هنايا اما كون قتلت راسي. شاف فيه وقال لي ايوا ملي راسك قاس هكا غدا نوصي عليك مول البيكو اللي كيجيب لينا التقديه للسوق، غيوصلك للعطاويه وغتلقى تما الكار اللي غيوصلك لكازا، وراه كازا موجوده فيها الخدمه، ونعطيك اللي قسم الله باش تركب. قلت لي صافي، ونعست لاول مره وانا كنحس بواحد الواميض ديال الفرحه. وفي الصباح وفتح خليت ليهم الحمار وهزيت ديك 10 يطرود الزيت ومشيت مع السي محمد. وصلني عند مول البيكو، خلصو مسكين وداني شال العطاويه وراني فين نتسنى الكار. وفعلا ما دازش بزاف الوقت الكار هبط منه واحد كيهضر بالعربيه، وانا العربيه ديالي معكله بزاف. هضر معايا قاصح وقلت ليه بلا نمشي لكازا. قطع لي ورقه وعطاتو 100 درهم ورجع لي 50 درهم.
جلست لاول مره في الكار مخلوع، والبوديزه ديال الزيت حدا رجليا، ركب حدايا واحد الراجل وشدينا الطريق، وانا كنشوف في المرايه. احساس واعر، كنت فرحان حيت اخيرا حلمي غيتحقق، بغا نشوف المدينه. بقينا غاديين وانا كنطلع من الدجاجه، كنتفكر طفولتي مع والديا، كنتفكر الوالده والوالد، كنتفكر الجبال واللحظات الزوينه اللي دوزت، وانا ندمع وتكيت على ديك الدجاجه تداني النعاس. دازت ساعتين، فقت شويه تجيني الدوخه، وبغيت نتقيا وانا نقول لذاك الراجل اللي حدايا عطاني ميكا حاشاك وانا مدرب. وصلت لكازا وبقيت جالس ما هبطش، حيت ما عارفش شنو نقول، تيهبط كلشي. ركبوا ناس جداد وتحرك الكار. فاش كازا هو يجي الكريسون وقال لي يزيد الفلوس. انت راك مقطع غير كازا. قلت لي علاه حنا فين؟ قال لي حنا غادي للسلا. قلت لي بلي ما عنديش، حيت فلوس اللي مخبيهم لوير الزمان. هو يبقى يغوت. جاب الله السيد اللي حدايا عطا 20 درهم. موقف الكارت لمدينة سلا. وفين غنهبط؟ في اكثر مدينه معروفه بالاجرام في ذاك الوقت، وفي اقوى ذكاريان في ديك المدينه، ساب القايد. هبطت بدوك البوالز وكنشوف وجوه مضروبه والوشام، كنشوف مدابزات كيطراو على قبل درهم، وانا نقول مع راسي يمكن انتحرت وانا راه في جهنم دابا. هبطت مخلوع وانا نقول مع راسي مناش خايف، انت راك ميت، غيديروا معاك زوين الا قتلوك هنايا وهناك. بقيت غادي هز بواز ديال الزيت والفلوس في التقاشر، وكيخرج من المحطه وقفت وعقلي حبس، وكتحدي راسي قلت غنسول شي واحد اللي مضروب وواشم على البلاصه فين كاين البحر، حيت حلمي نشوفو وعمرني شفتو في حياتي. مشيت عند واحد الولد كان واقف حدا المحطه، ونقول ليه خويا نسولك. شاف فيا قال لي مالك؟ قلت لي باغي نمشي للبحر. قال لي اش غدير في البحر؟ بهاد البواد زاد. قلت لي باغي نشوفو عمرني شفتو. شاف فيا وقال لي فطرتي؟ قلت لي ما سمعتكش. هو يخشى وجهه وسط وجهي، خلعني وقال لي بواحد الصوت زعزعني واش فطرتي؟ قلت لي لا. قال لي يلا تفطر. جلسنا في واحد القهوه وجاب الرغايف والمسمن واتاي. تقول لي تاكل؟ بقى كيسولني منين جاي وعند من جاي وفين غادي. بقيت كنهضر معاه وكنتعكل ومخلوع وموسوس لي يكون ناوي شي حاجه، خصوصا انا الملامح ديالو مقودين بزاف وكيخلعوا. ولكن عاودت لي كلشي. قال لي وحق الرب الا كنت ناوي نثبتك وناخذ لك هاد البواز، اش غنطلع بهم نهاري واليوم ما صورت والو. ولكن والله ما نفوتك دابا، فاش عرفتك منين جاي وشنو طاري ليك ما عندي لاش ندرك. سلم عليه وقال لي سميتي سيمو ومعروف بالغراب، يلا تشوف هاد البحر. ناض جاب واحد السونطرا واو جا قال لي ركبت. قلت ليه ما خلصناش مول القهوه. قال لي تركب، حنا مقوده علينا ما نفطروش نموتو. ركبت هو يكسيري وكنسمع صوت مول القهوه تيعيط عليه، والغراب هو غادي مكسيري وتيقول ليه يا وهموك هادي. جاتني الضحكه وبقى غادي مكسيري. ما كيوقف لا في ضو حمر، ما كيوقف البوليس، كيبغيو يوقفوا البوليس كيبغي يدخل فيهم، وانا الخريه شاداني. وانا نقول ليه بشويه خويا سام، هو يدور شاف فيا، هو يوقف. قال لي فاسك لاش جايبك للبحر واخا مصور معك شي لعبه؟ قلت لي علاش؟ قال لي حنت بحالي، ما عندك ما تخسر، ما عندك مناش تخاف. الحفره اللي خايفين منها الناس حنا طايحين فيها. بقيت كنشوف فيه ويقول لي يلا سد فمك ويلا. وصلنا للبحر وجلست فيه وكنشوف العظمه ديال الله، واحد الراحه حسيت بها وسهيج داك الماء الزرق. دا شويه ديال الوقت وانا ندور لقيت الغراب كيكمل الحشيش مبوقه تيشوف تا هو في البحر. ريحه الحشيش جاتني خانزه وانا نقول ليه شنو هي هذه؟ قال لي مخينزه، انت مالك كتسول بزاف، هادشي ما عندك ما تعرف فيه، ليك غرضك في البحر. قلت لي قال لي وشوف في البحر. دوزنا النهار في البحر
ومع العصر بغينا نتغداو. هبطنا للمرسى والغراب تيهز من عند كل واحد تيبيع، تياخد جوج سرديلات وتيعمر في واحد الميكا. تعمر هو يقول لي ركب ومشينا لبلاصه تيقولوا ليها الواد. كان ديك الساعه فيه البرارك، وبقينا داخلين مع الزناقه المضيقين بحال شي متاهه، والغراب غادي مكسيري في دوك الزناقي وكلشي كيعرفو. توقف قدام البراكه وهبطت مخلوع وكنتخيل كيفاش يقدر يولي هذا الغراب من شخص زوين لشي شيطان. قلبي كيضرب وافكار بزاف كيدوروا ليا في راسي. حتى كنسمعو تيدق. حلات مره كبيره الباب، هو يبوس لها راسها وقال لي جيب لك واحد الضيف. قلت لي مرحبا بضيف الله. بس لها راسها ودخلنا وهو يعطيها ميكا ديال الحوت. هزات وغسلاتو وطيباتو ولسنانها توضيت وصليت، ومع ساليت كنسمع مو كتقول ليه شوف الوليد كيصلي وانت قداش عمرك ما صليتي. قبل الكار والحشيش والشراب نوض وليدي توضى وصلي. قال لها صافي غدا نبداها. طيبات الغدا وجات من بعد من المدرسه اخت الغراب الصغيره اللي قديت قريبا في السن، وازا شكارته ولابسه مزيان. كانت ماشي من داك النوع الحشومه بحال بنات الدوار، كانت بنت زوينه واجتماعيه، شخصيتها قويه وتشد ولد تقتل عصا وكتقرا مزيان. ملي تغدينا مجموعين خرجت مع الغراب لواحد القهوه. بقى كيكمي هو يقول لي فراسك بديت تندم حين جبتك اليوم ما صورتش ريال، ومع دخلت بديتي تصلي جبدتي لي صداع مع الوالده ولا تكلاشيني بيك. وفاش دخلت الخوادريه هزيتي يعني كتشوف فيها عجباتك ياك. بقى كيضحك وكيشوف فيا، وحتى انا باقي صغير ومكلخ شفتو كيضحك وانا نقول ليه زوينه. هو جمع الضحكه ودار واحد التغوبيشه وشنق عليا وقجني. قال لي والله يا امك تدخل لدارنا وتشوف فيها مازال نقطع لك ودنيك ونصيفطك للدوار، ولا عرفتي شنو غدير نوض سير بحالك. انا طايب حبس وكنعرف بنادم شنو ناوي. نوض هز بوادزك وسير. نضت بحالي وبقيت غادي كندور في داك القنش، جالس في الطروطوار قدام واحد النجار. توصلت وقيته العشاء وتنقول غنبات اليوم في الزنقه. شويه وقفوا واحد الجوج يهضروا معايا. هز واحد فيهم الموس وقال لي غنقلبك وبلا ما تغوت ولا دير الشوها. بقاش يقلب لي في جيبي ما لقى والو. هزو داك جوج بوادز ومشاو. شويه كنسمع صوت السونطرو ديال الغراب. هزيت عيني لقيت وقف حدايا، بقات تيشوف فيا. باقي انت هنايا؟ بقيت كنشوف. قال لي فين هما بوادز؟ قلت لي خداهم ليا ويخسر الهضره. وقال داك النجار اللي كان بدا كيسد انت كتشوف الولد كيكريسي وقدام ما قدرش يدوي. قال لي اش غدير؟ ويقول لي الغراب هاد الولد من العائله غدا غنجيبو عندك تعلمو الصنعه وتهلا فيه. قال لي راه الحركه عيانه. ويقول لي راه هضرنا غدا يبدا معاك واخا غيتسخر، المهم يدور معاك الحركه وما يبقاش لينا في الدار. قال لي صافي. قال لي يركب وداني للدار وفي الطريق قال لي شوف غنتعامل معاك ولكن ترد لي هذا الخير بومزوي راه غتشوفي وجه الاخر. انا ساكت وكنتسنى المصير ديالي. مشى للحانوت خدا البيض وانا نجبد 100 درهم من شقاشري. قلت لي هاكا الغراب اليوم ما صورتي والو بسبابي. بقى كيشوف فيا وضحك وهو ياخدها. قال لي هادي غسلف ترجعها لك. المورال ديالو تقلب ومشى خدا الدجاجه دخلها للدار وطيبتها لينا مو. وكيف العاده تجمعنا على العشاء وقال لي عاود لي مقصرك. وبديت كنعاود. فاطمه الزهراء اخت الغراب بدات تبكي، هي ام زهراء وانا كنشوف كلشي الا فاطمه الزهراء اللي محرم عليا الشوفه فيها. قالت لي امي الزهراء انت ولدي من اليوم انت من العائله والسيمو واخوك الكبير. من بعد مشيت للبيت مع الغراب وفاطمه الزهراء وامي الزهراء نعسوا في بيت اخرى. وقبل ما ينعس الغراب بقى كيكمي وانا كنشوف ديك ريحه الحشيش تتبوق شو الطرفات. ونعس لاول مره نعس بعيد على الدوار وتما عرفت واحد الحاجه قيده عندك. مشاكلك اللي كتعيش مرتبطه بالبلاصه فين كتعيش. نهار تبعد من المكان والزمان والاشخاص كتنسى وكتبدا عندك حياه اخرى. المهم نعست فيقاتني ريحه البريك كتشعل وحليت عيني لقيت الغراب فايق بكري وقال لي فقتي شوف فطر وسير عند النجار انا غادي للمحطه ندبر على راسي مع الكيران.
قلت ليه صافي. ومشى الغراب ونتكليت وخرج عند النجار اللي دخلني للخدمه وما حملنيش. خدمت معاه وبقيت عايش مع دوك الناس لشهور، وبديت كنولف وكنتعلم الحرفه. ولكن داك النجار كان كيخلصني ب 30 درهم للسيمانه. كنت يلاه كنحسن بها ونقضي اغراض بساط بها. وراه عام تعرفت في داك الحي وبديت كنعرف كيفاش نعيش تما. وفي واحد النهار الغراب سولني واش هاد النجار ما غيزيدك والو في الخلاص، حيت 30 درهم ما دايره والو. ومشى عنده في واحد الصباح قال لي الولد تيضرب تماره وكتحرج عليه النهار كامل ب5 دراهم في النهار. قال لي النجار كيتعلم الحرفه، ويقول لي الغراب السيد باغي الفلوس من حرفه وانا خدام بالضو. وبقاو منك ويقول لي الغراب يلا نمشيو. ركبني في الموطور وبقينا كندورو على النجار واحد بواحد كل من نفس الهضره، ويقول لي يلا نمشي نوريك حرفه اخرى. ما طالعاش. الغراب ديك الساعه تقودات عليه، ما بقى كيجيب والو من المحطه. عمرو قال لي يعطيني شي ريال، ولكن نهار موت تقاد عليه دواء وما لقاش باش يشريه. وراني حرف اللي كيتقنع، وهي اننا بقينا غادي من الموطور. شويه بان لي واحد الراجل كيضرب في التليفون، هو يدوز خطفوا ليه بكسيره. تخلعت وبقينا غاديين عافطين. توصلنا عند واحد مول التليفونات باعوا لي ب 300 درهم. ورجعنا عطاني 30 درهم وانا نردها ليه، قلت ليه بلي راه حرام. هو يقول لي ما حرامش تموت لي انا موي. مشيت نعس ديك الليله وكنشوف كيف الشهريه ديالي خديت الدوبل ديالها في لحظه. بقيت كنخمم في داك الليل شدني النعاس. وملي فقت فطرت مع عائلتي الثانيه، وملي بغا يخرج الغراب قلت ليه يلا نمشيو ندبروا على راسنا. قال لي كيفاش؟ قلت ليه شي خطفه اخرى. هو يبقى يضحك وقال لي فين ديك قال الله وقال الرسول والصاله صافي طمعتي. بقيت كنشوف ويقول لي ركبت قال لي شوف انت كتبان نقي، غنتقدى لك لبسه ونعطيك تليفون شينوا مقلد كيدير 100 درهم. غادي توقف حدا لاكار ديال التران اللي دازو غمزتك عرفوا براني على المدينه. غتقول لي بلي تقطع بيك الحبل وباغي تبيع هاد التليفون اللي اوريجينال ديالو كيسوى 1000 درهم، والله عطاك فوق 100 درهم مربح. مشيت معاه لبست مزيان وعطاني التليفون، وبقاش واقف اللي داز كنهضر معاه بالعربيه ديالي المعكله، وكيشوف المظهر ديالي كيستغل الظروف اللي كنقول ليه وكيعطيني 300 درهم 400 في داك التليفون. وكان الغراب فاش كنبيعو كيمشي ياخذ تليفون اخر، وكتوصل العشيه كنقسموا الفلوس. بقينا كنديروا هاد العمليه كل نهار. تصورنا بزاف الفلوس، ولات هذه هي الحرفه ديالنا لمده ديال عامين. وفي واحد النهار بعث لواحد الراجل كبير تليفون وقال لي بلي بقيتي فيا وليدي وعطاني 1000 درهم، وقال لي ما عنديش مع التليفونات غنشري غير لبنتي نجحات في الباك وبغيت نفرحها، وباش ما نستغلش ظروفك وناخذو بثمن جديد. ديك الهضره اللي قال لي بورشاتني. عطيت الغراب نص الفلوس وانا في قمه تأنيب الضمير. ورجعنا ونعسونا نحلم بداك الراجل كيشير ليا بصبعو، كيشوف فيا شوفات كيخلعو والعافيه شاعله فيا، وانا نفيق مخلوع ومرت في نفسيتي. والغد اللي كيف العاده غنمشي لنفس البلاصه واخا ما عنديش المورال. وبعت التليفون لواحد السيد ب500 درهم. والغد اللي فاش غنعاود نرجع لحدا لاكار غيجي داك الراجل هو وجوج وغيمينطوني ويهزوني للصافي ديريكت للكوميساريه. كليت قتله ربانيه، وعرفت ان داك السيد ضابط. وبقاو كيسولوني وكان داكشي كبير عليا. بقيت كنكبي وداروا ليا محضر، وهبطت لاول مره للجيور. باش نوصف لكم الجيور كنفكرني فاش كان كيجري عليا الوالد وكان باش مع البقر في التبن. هو الجيور خانز كتر وفيه وجوه الشرع والغواج والصداع. دزت الليله الاولى طويله، تفكرت فيها الطفوله، تفكرت الوالده اللي 3 سنين ما شفتها، وتفكرت عقليتي كي كانت وكي ولات. بعدت على القران وطريق الله، واستنتج واحد الحاجه قيده عندك عاوتاني. وانت غتخرج من المشاكل اللي في المنطقه ديالك وتبدا حياه اخرى، تاكد انك ما غاديش الطريق اكفس منها، وديما ما تخلاش على المبادئ ديالك فاش تغير الظروف. والطريق البعيد على طريق الله ما كتخرجش. الصباح غنفيق ويخرجني واحد البوليسي من الجيور ويطلعني للمكتب وغنلقى الغراب تما، ويسلم راسو ويقول لهم بلي كان شي ضغط عليا وبلي هو مول كلشي، وهذاك غير ولد بصح عنده ظروف
ومقطع بيه الحبل وباقي صغير، وطلبهم يطلقوني ويهزوا الضربة. وفعلا هز الضربة مسكين، وخا ما كان لا ضغط عليا لا والو. رجعوني وكلمة وحدة كان قالها ليا هي عالي الوالدة واختي على رقبتك، وراها تحكم ب8 شهور على النصب والاحتيال. كنت انا هو الراجل في الدار، داكشي اللي جمعنا انا والغراب كان كافينا للمعيشه. وهنا قررت نبعد من الحرام ونقلب على خدمه. مشيت خدمت مع نجار في مدينه الرباط. كنت كنرجع لسلا بالليل. تعلمت مزيان عند الحاج دريس، كان كيعطيني 200 درهم السيمانه وتعلمني مزيان. الحاج دريس كان تيفكرني في الوالد، معقول والدين هو اول حاجه عنده. وكان ملي كيدخل كيلقاني كنجود القران كيفرح وكيعاملني زوين. كان تيوصيني ديما بالصلاه، ورجعت على اللي كنت عليه. صراحه عرفت بلان ديك الساعه، وعاود قيدو عندك. وريني مع من كدوز نهارك نقول لك شكون انت. لونتوراج كيلعب دور كبير في الحياه اللي كتعيش. وعرفت بلي الناس اللي عرفت والتجارب اللي دوز وانني قدرت نشد سمعه جات من قرار لحظي طبقته جنب الجرف فين كنت غنلوح راسي. ما عليناش. طيلة ديك 8 شهور كنت قد المسؤوليه، وكانت فاطمه الزهراء كتعجبني بزاف، ولكن عمرني عقلت على راسي طول شويه تشوفها ولا فكرت في شي حاجه من جهتها. كنت كتعاملني بحال خوها وكنت كنحشم منها بزاف، ومخلي داك الاعجاب سري بيني وبين راسي عمرني بينته. من بعد 8 شهور ملي خرج الغراب كان نهار كبير، خرج غليظ وبيض. تقهويت معاه وانا وياه وعاودت ليه شنو وليت ندير وفين وليت كنخدم، وقلت ليه شنو ناوي دير. قال لي ما عرفتش، تلفت. وانا نقول ليه قلب على خدمه، وقول لي انا ما كنخدمش مع بنادم. قلت ليه اش غدير؟ قال لي غندير مشروع. ونسولو ديالاش؟ قال لي غنطلع للمارشي وندب شي مدابزه خايبه مع شي واحد. هذه هي الاولى، باش هاد الحومه يعرفوا باللي ما ردعنيش الحبس، ويعرفوا باللي الغراب باقي هو الغراب، باش ما يتصرش عليه بنادم. ونشد بلاصه في المارشي بالزز وغنبيع الحوت. قلت له لا بعد من الصداع، ولكن ما عمرك هضر. الغراب فاش كيقرر شي حاجه كيبدا يطبقها، وفعلا الغد ليه دابز ودار بلاصتو في السوق. ومن بعد قال لي واحد الهضره اللي رونت لي دماغي، حيت كنت ولفت انني نجيب قليله ونعيش معاهم. كنلقى حوايجي مصبناهم ليا ام الزهراء وكنعس بخير، ولفت هاد العيشه المريحه. ولكن قال لي شوف، جمع راسك، جمع فلوس، راه بديتي كتكبر. انا ماشي امك ولا باك تبقى معول عليا. بديتي كتكبر وبلا ما تقلق الا واحد العام جيتي للدار وقلت لك سير بحالك، قلب على راسك. الهضره ديال الغراب ديما قاصحه وما فيها الزوار. الا بغى يبين لك بلي عز عليك يديرها بافعال رجوليه، ولا بغى يقول لك شي حاجه ما كيحشمش وكيجيك ديريكت. هضرت وزعزعاتني وبينت لي بلي مقيده عندك عاوتاني. السكن فابور والعيشه في روتين واحد لمده طويله في نفس البلاصه ومنطقه الراحه كتخليك ما توصل لشي حاجه. كتبقى دير نفس الحوايج، كتكبر انت وكيصغروا عليك حوايجك، ولكن عندك نفس العقليه. من بعد هادشي اللي قال لي هضرت مع الحاج دريس يزيدني في الصالير، وبديت كنجتهد في الخدمه ونجمع الفلوس. وليت كنفكر كيفاش نكري بوحدي ونوصل للاستقلال الذاتي. دازوا الاعوام وصلت ل20 سنه. الحاج دريس كبر وليت انا اللي شاد لي المحل. تعرفت بالمعقول وداكشي علاش تربيت من تمازيرت وجمعت راس المال. كنت كناخذ الخلصه ديالي ونخلص الخدامه ونعطي للحاج الرباح. الغراب باقي كيبيع الحوت وعايشين بحال العائله، امور كلها غادا مزيان. وقيد عندك عاوتاني هادي في الدنيا فاش تبقى غادي فريش مزوين، عرف بلي المطبه ولا الحفره جايه. عمر الدنيا تعطيك كلشي. ديما واحد اللحظه كيبان لك كيريب الحيط اللي بنيتيه لسنين، ولكن ردة الفعل ديالك هي اللي كتحكم في المصير ديالك. ورا 3 سنين اخرى الحاج دريس توفى وبكيت عليه بزاف. ولادو سدوا المعمل وبغاو يكريو حيتاش ما كيفهموش في النجاره، وبغاو يبيعوا الماكينات اللي فيه. حاولت نقنعهم يخليو نعطيهم الرباح اللي كنت كنعطيه للحاج، ولكن رفضوا. قالوا لي احنا كله عنده خدمته وما مسالينش نبقاو نتحاسبوا معاك، نكريو ونقسموا فلوس كراه، وداكشي اللي نبيعوا به الماكينات غنقسموا فلوسه. الصراحه كان فرق كبير بين الحاج وولادو، وانا ما عرفتش الحل وجلست في الدار. وحيتاش المصائب كيجيو في دقه. واحد النهار غيجيو الخطاب ويخطبوا فاطمه الزهراء، وهذه كانت ضربه قاضيه بالنسبه ليا، وبقيت مكتئب عاوتاني.
مات اللي علمني الحرفه، وغتخطب البنت اللي كنبغيها في السر، والوقت قريب باش نخرج من الدار. ضغوطات مقودين. فاش بغيت ننعس وكنقلب على الحل وانا في قمه الكآبه، صوت امل الله كيجيني في ودني: الا كنتي قادر تقتل راسك وما خايفش، واش هداك غا جهنم؟ علاش ما ديرش حوايج حمقين يخليوك تعيش؟ وراه ما دارت لي هاد الهضره في دماغي تحمست يصبح الحال. غتولي مقود الا كنت شي انسان ما عنده ما يخسر، ما غتبقاش تخاف، غتولي تقرر قرارات كبار وداكشي اللي درت. قلبت على بيت وكوزينه كريتهم بالاخبار الغراب، شريت الفراش وموان على قد الحال، ولكن مبقاش كنبات في دار الغراب. هضرت مع ولاد الحاج جبعوا ليا 2 مواكن مهمين في النجاره، وعطيتهم تقريبا كاع داكشي اللي جمعت لمده ديال الاعوام. بقاو كيتسالوني فلوس، درت معاهم عقد نرد لهم داكشي اللي بقى، وخليت فقط شويه الفلوس باش نكري مع حال في واحد الزنقه وباش نخلص الكرا ديال الدار. توكلت على الله وتواصلت مع الكليان كاملين ديال الحاج دريس، وريتهم المحال لا بغاو شي حاجه، وفعلا بداو الناس كيجيو. وبديت خدام بشويه بشويه، وجات لحظه الحقيقه. قلت للغراب بلي بغيت نهضر معاك، وخرجنا للقهوه. قلت له خويا الغراب، واخا ندوز حياتي كامله نبغى نرد لك شويه من داكشي اللي درتي معايا، ما غنقدرش. غير البارح كنت صغير جاي ما فاهم والو في الدنيا، وشديتيني بحال شي قط تخلاو عليه والديه، بقى في الزنقه وكرمتيني وعلمتيني الحياه وكيفاش نعيش. ورا اعوام عمر العين بغيت على الحاجب. قبل ما تقول لي صافي كبرتي ونخرج من الدار، بغيت نقول لك بلي كريت الدار وجا الوقت فيه خاصني نخرج. هو قاطعني وقال لي اسكت وجه الحبس، راك عارف ما عنديش مع الدراما، انت كيفاش غتخرج؟ انا راه قلت لك ديك الهضره اعوام هادي غير باش تجمع راسك. بالعكس دابا اختي غتزوج وغتخوى علينا الدار، بغيتي غنبقى انا وامي. وانا نسكت وقلت ليه بغيت نصارحك وخفتك تقلق مني. هو يضحك نفس الضحكه ديالو فاش كيبغينا نقر ليه بشي حاجه، وفي الاخر كيتقلب. قلت ليه شوف، لا ما تضحك ديك الضحكه، انا نجيك من الاخر. فاطمه الزهراء خرج عيني وشاف فيا، قال لي مالها؟ قلت ليه باغي نخطبها انا. هو شنق عليا: يا الغدار، كنتي مصاحب مع اختي وكتمثل عليا. وتنحلف ليه هو يمشي يهز واحد الايه كتمعلقه في القهوه، قال لي حلف في هذه، ونقول له اقسم بالله ما عمرني طولت فيها الشوفه ولا طمعت فيها من غير الحلال. طلقني وقال لي سير بدل ساعه اخرى. مشيت وتكيف، دزت تقريبا ساعه وصلنا ليا. قال لي اجي عندي. جا عنده مخلوع في الصراحه، ركبنا في الموطور وقال لي يلا معايا. مشينا وصلنا وبدا كيتقدى الحوايج والحنه والسكر والورد، ودارهم في واحد الصاك وقال لي يلا نخطبوا هاد فاطمه الزهراء. تصدمت. مشينا دق يخرج من الزهراء قال لي جايين نخطبوا. بقات كضحك ما صحاباش يتنز. قال لي سير انت دوز لبس شي حاجه وانت فيك ريحه الخشب. وداكشي اللي درت. فاش خرجت لقيتو عاود لمو زهره مسكينه سمع زغرتاش في البيت وفرحات بيا. قلت لي عندي بنيته وحده وعرفت دابا لما نغتزوج وغيكون بالي مرتاح. اول خطوبه في العالم وقيلا غدوز هكا، وغنتغداو فيها بالسر ديالو العدس، ولكن كلشي فرحان. حتى فاطمه الزهراء كانت فرحانه وحشمانه. ومشيت نعس في البيت اللي كريت ديك الليله وانا في قمه الفرحه. وعرفت بلي الحياه قرارات، وما قررتش في الوقت المناسب بلا خوف. فاطمه الزهراء غتمشي ونخسر فلوسي ونبقى زيرو، ولكن الحمد لله دازت المده المحل تعرف، وليت معروف بخدمتي المتقونه. خرجت من البيت وكريت بارطمون وتزوج بفاطمه الزهراء، وجبت مو زهره تبقى معانا. والغراب ما كانش كيبغي يجي حيت كان كيرتاح في البراكه كيما كيبغى ولقى راحته بوحدو، وكان كيجي كيجلس معانا وقت ما بغى. وانا ولفت التغيير ونبقى نتطور. داكشي علاش هضرت مع الشركات اللي كيتكلفوا بالبارطمات وكنشد بروجيات بسط لي الله في الرزق. وفي ديك الوقيته الغراب قنعتو يتزوج، وفعلا تزوج. والمرا خلاتو يتكالمو ويدير عقلو، وبقى ساكن في البراكه معاها. تجا الاحصاء باش يريبوا البرارك وعوضوا لكل براكه ببقعه ارضيه بسميت مو زهره. حيت كنت خدام مزيان وبدلت المحل ودرت واحد المعمل صغير باش نخدم مع الشركات، بنيت لي طبقه والسطح
وصل حتى للغراب وشريت بقع ديالي من عند واحد من الناس اللي تعوضوا، بنيتها وصلحتها وهكا وليت جار الغراب ونسيبو. وبقاش فيه ديك العاده اللي زرعها فيه الغراب ديال ديما ما تبقاش مولف ديك منطقه الراحه. 7 سنين اخرى زدت طورت المشروع ودرت قهوه وخديت دار اخرى في الرباط، وفي واحد اللحظه ولات عندي الفلوس موجوده ومزوج بالبنت اللي كنبغي. ولكن ديما كانت في حياتي واحد القطعه مفقوده، هي فين خلاقيتي الماضي المقود. من بعد ما مشيت شنو دار الوالد؟ بغيت نشوف با وبغيت نشوف مما كيولاو، بغيت نعرف ولاد الدوار فين تزاديت والفقيه اللي قراني واش باقي في الحياه. اسئله بزاف كانوا في دماغي، كانت حياتي ما كاملاش بلا ما نعرف هادشي. مشيت انا وفاطمه الزهراء وولدي حاتم، امي زهراء اللي ولات عيانه مسكينه، والغراب. سافرت انا وياهم وصلنا للعطاويه، بغيت كنسول على الناس اللي عاونوني والسيد اللي كيركبني في الكار. لقيت ولادو كبروا، لقيتهم مسكين عيا وحوايجهم مقطعين وولادو على قد الحال. وفكرتو فيا وعنقني وبكيت. من بعد وعدتو باللي غنبني ليه معصره ديال الزيتون يخدموا فيها ولادو حد ديك المنطقه معروفه بالزيتون. ومشيت كنسول على دوارنا حتى لقيتو، وبقيت كنرجع الذكريات فاش كنت راكب في الحمار وهز بدوات ديال الزيت. رجعت من الطريق اللي خرجت منه وانا انسان واصل، وفاش وصلت للدوار ما عرفني حتى واحد. كانوا كاملين كيتنتبههم غير الغراب اللي ما مولفينش بحال داك الوجع عندنا في الدوار. عرفتهم كاملين وسلمت عليهم واحد بواحد، واللي كنقول لها انا عالي كيتصدم وكعنقني. توصلت لدار الوالد وكنت خايف من حاجه وحده، هي اللي لقى مول الامانه دا امانته. وصلت حدا الباب دقيت، خرج ولد صغير وانا نسولو قلت ليه بالشلحه واش دار فلان هادي؟ قال لي قلت ليه شكون انت؟ قال لي ولدو. عرفتو خويا وعنقتو ودخلت بوحدي. هزيت عيني لقيت با واقف بالعكاكز ونقطع عليه رجلو. بكيت بزاف وقلت ليه با، هو تصدم بقى جاي كيجري لعندي حتى كان غيطيح وعنقتو. بديت كنبكي وكنقول ليه سمح ليا، واش يقول لي سمح ليا انا ما نسواش عذبتك. وما حدو كيهضر وانا كنزيد نبكي. سلمت على مراتو وكانت حشمانه مني، قلت مع راسي الله يسامح وفطرت معاهم. وريتو ولدي ومراتي ونسابي وعاودت لي عليهم، وبقى كيدعي معاهم وشكرهم بزاف على داكشي اللي داروا معايا. وسولتو على رجلو قال لي بلي دارك سيده. عطيتو شي بركه وقلت لك ولا شهر نبقى نصيفط لك الشهريه ديالك ورتاح مع راسك. شفت خوتي من با فكروني في راسي، وقلت فاش نمشي نشوف الوالده غنمشي للسوق نجيب لهم الحوايج ونعاونهم فاش يكبروا باش ما يدوزوش من داكشي اللي دز منه. مشينا عند الوالده ولقيت جدودي من امي ماتوا، والوالده لابسه البيض شاده حق الله حيت راجلها ماشي بزاف باش مات. ولقيت عندها بنت ووليد صغير، وفي اللحظه اللي شافتني فيها لقيتها كطيب الخبز. قلت لها امي شاف شويه وهي تعنقني، فين مشيتي يا ولدي؟ شحال قلبت عليك؟ مبغاش تطلقني، فرحات بزاف. قلت لي كان غيابك ظلم عليا حياتي، كل ليله كنتفكره وكنبكي. قلت لها بلي كنت بخير وعرفت على مراتي ونسابي وطيبات لينا الغدا وتغدينا، وخليت امي زهراء وفاطمه الزهراء ولدي مع الوالده، ومشيت كندور في الدوار انا والغراب. وفي كل بلاصه كنوصلوا ليها نعاود ليه فيها على شي بلان وقع لي في الطفوله. وحسيت براسي في ديك اللحظه ضويت واحد النقطه سوداء في حياتي ورجعت لاصلي، وبقى لي انسان واحد مشوش هو امل الله. من المقوله اللي غيرات لي حياتي. سولت على الدراري ديال الدوار قالوا لي بلي جاو عائلته للدوار وعالجوه من الطرب النفسي اللي كان فيه، ولا كيشرب الدواء وكان كيجي يزورنا مره. عرفت ديك الساعه بلي امل الله كان استاذ ديال الفيزيك، وبلي عانى من الغدر وتطلق من مراتو وخدت ليه كلشي حيت كان كاتب في سميتها الاملاك ديالو، ومات وليه والديه في حادثه وراب ليه كلشي. داكشي علاش قرر يخرج من المدينه اللي كان ساكن فيها ويعيش في الطبيعه، وداكشي اثر على نفسيته وزعزعها. ومن بعد ما عرفوا ولادو فين كاين جاو عالجوه. ولكن قبل عامين ما نجي كان جات الخبر للدوار ان امل الله مات، وكانت هاد الخبر ثقيل عليا بزاف فاش قالوها ليا. كنت باغي نشوفو كيعاش من بعد ونشكرو على هضرتو، ولكن عرفت ان الله كيرسل لك واحد من عباده
ولا كيخلق سبب بسيط كيبدل فيه حياتك. عرفت ان في الدنيا كاينين الناس غيدخلوا لك لحياتك ربي غيصيفطهم لك، غيكونوا لك درس وغيمشيو، وغتبقى انت مكمل الرحله اللي مكتبها لك الله. من بعد ما رجعت لخدمتي ووليت كنمشي كل عطله نشوف بلادي ووالديا، كاع الوعود اللي وعدتهم للناس اللي عاونوني طبقتهم كاملين. كنت ديما حريص انهم ما يخصهم والو، وكنعاون اي واحد محتاج مساعده. كنحس براسي مستقر دابا وعايش كيف ما بغيت. وبالنسبه للغراب ولا هو اللي مكلف ليه بواحد القهوه وعنده باركينغ كبير كيحط فيه عساس وخدام مزيان، ولات عنده دارو واي حاجه كتخصو كنسبقوه هو الاول. وهنا سالت قصتي، وغنبغي نقول لاي واحد كيعاني من الكآبه وتقطع به الحبل، وصل لمرحله خايبه، دير شي حوايج فوق العاده يخليوك تعيش. عيش ما خاسر والو، بشرط يكونوا هاد الحوايج ما يخالفوش شرع الله، حيت الا خالفتي شرع الله عمرك تطفرو. توكل عليه ودير افعال وقرارات يخليوك تعيش في داكشي اللي انت كتبغي. كانت هذه قصتنا، نتمنى تكون عجباتكم. دير جيم وعطينا الراي ديالك في القصه. وكان معكم بيكاسو من دوبامين بالدارجه، وتنطلقوا في شي قصه اخرى.